يا مساء الخير، اخباركم ايه متابعين قناة يوميات مربي الصغير اخواتي وحبايبي؟ النهارده هنتكلم عن قنبلة موجودة في مكان اللي احنا بنربي فيه الحمام بتاعنا، واحنا مش عارفين ان احنا بنعمل كارثة واحنا مش واخدين بالنا بغير قصد. تمام، انا لحد فترة قريبة يا جماعة كنت بعمل نفس الخطأ دوت. تمام، النهارده احنا بنعمل حاجة بي بتسبب ضرر بالغ جدا للمكان عندنا، واحنا بنساعد ان احنا ننشر البكتيريا وبننشر الفيروسات وبننشر الامراض وبننقل الامراض واحنا مش واخدين بالنا، بسبب حاجة صغيرة جدا، حاجة سهلة، واحنا بغير علم بنعمل الخطأ دوت. ايه هي يا جماعة القنبلة اللي موجودة عندنا في المكان واحنا مش واخدين بالنا منها؟ هي باختصار البيضة اللي مش مخصبة، او البيضة الرايقة اللي احنا سايبينها في المكان عندنا. مفيش غاوي حمام او مفيش مربى حمام الا وبيطلع عنده بيض غير مخصب. طيب المفروض ان انا البيض الغير مخصب ده بتخلص منه فورا. لا، في بعض الغواة بيسيبوا البيض عندهم، زي انا برضو كنت بعمل الحركه ديت وكنت بخلي البيض عندي في المكان. تمام، ممكن كنت استخدمه ان انا بخليه ان انا ممكن اختبر بيه قص تاني، ممكن بقى ليه استخدامات تانية. يعني انا ممكن اشتغل بيه مكان البيضه البلاستيك في التحضير، لحد ما اكتشفت ان انا بعمله دوت اكبر خطأ، وان انا كده بضر بالمكان عندي، وان انا كده ان البيض الغير مخصب ده بيتحول مع الرطوبة مع درجة الحرارة لحضانة للبكتيريا والفيروسات ومسببات الامراض، وبانا كده بعمل نقل الامراض في المكان عندي وانا مش واخد بالي. يبقى احنا لازم يا جماعة لازم نكشف على البيض عندنا، وبصفة دورية نستنى 3 4 ايام لما او 5 ايام لما القص يرقد على الحصويتين. وزي ما احنا عارفين بنكشف على الحصوايه، بنقرب الحصوان من كشاف الموبايل في حته ضلمه كده، ونقرب الحصوايه على الكشاف، وبنشوف لو لقينا الحصوايه من بره معرقه يبقى كده مخصبه وفيها جنين. لو لقينا الدنيا البضايه مش ظاهر فيها اي عروق، تمام، او حاجات دمويه، او يعني بالبلدي كده اللي هي الشرايين الدمويه، يبقى احنا كده البيضه ديت مش مخصبه، يبقى احنا لازم نشيلها فورا، نرميها. تمام، طيب دي اول نقطه. طيب يا جماعه البيضه الفاسده وبيكون جنبها بيضه سليمه، دي برضو مشكله كمان. ليه بقى؟ لان انت البيضه الفاسده ديت النتايه بيبقى جنبها بيضه سليمه، فالبيضه الفاسده دي لما بتقعد مثلا 10 ايام 15 يوم بيطلع لها ريحه، فطبعا قص الحمام لما بيشم الريحه ديت فبيقوم من على البيض، فانت كده بتخسر الحصوايه السليمه. يبقى ان احنا يا جماعه بنعمل نتخلص دايما، لو انا بكشف بصفه دوريه يبقى انا اتخلص من الحصوايه الرايقه او الحصوايه البايظه. تمام، وفي نفس الوقت انا برضو ما اسيبش الحمام يقعد على حصوايه واحده. زي ما احنا متفقين، لو احنا عندنا مثلا قص في حصوايه واحده مفيش مشكله ان انا اشيلها واحطها تحت قص تاني بايت في نفس الفتره، او يكون بايت في نفس الفتره. تمام، والقص التاني عادي هيرقد على 3 حصويات وهيطلع التلات زغاليل وهياكلهم، وفي نفس الوقت انت تدي فرصه للحمام التاني يقوم يشتغل ويكسر بعضه ويشتغل ويجيب حصوتين كمان. تمام، دي حاجه مهمه نخلي بالنا منها. وبرده يا جماعه القشر اللي هو بتاع البيض اللي بيكون لسه فايس، تمام، انت دايما تتخلص منه. انت بتلاقي الحمام بيشيله من المكان او من الطاجن او من العين بيرميه في الارض. تمام، انت يا باشا برضه بتشيله وترميه، لان بيكون فيه افرازات مطرح افرازات الاجنه مطرح المشيمه القديمه. تمام، فانت يفضل انت تتخلص منه ترميه. تمام، ويا ريت ما يكون لو عندك طيور بره ما تقدموش للطيور التانية، لان ما ينفعش برضو الطيور التانية تاكلها برضو، انت كده بتعمل انتشار امراض في المكان. تمام، وخلي بالكم يا جماعه ان بعد فتره بيبان البيض البايظ، لونه بيتغير، بيترج، تلاقيه معاك بيترج. تمام، بتلاقي برضو البيضه السليمه غير البيضه اللي بيبان عليها يا جماعه من ريحتها ومن لونها ومن شكلها، عن طريق المسام بتقدر البكتيريا تنتشر. وخلي بالكم يا جماعه ان هي يعني انت برضو كمربي لازم تغسل ايديك بالميه وبالصابون وتحافظ على نفسك. في الاول وفي الاخر حافظ على صحتك، حافظ على طيورك. حاجات صغيره يا جماعه احنا ما كناش نعرفها، وادينا مع بعض ناس كتيره برضو، انا واثق ان ناس كتيره برضو ما كانتش تعرف المعلومه ديت وناس قديمه. تمام، فنخلي بالنا يا جماعه من الحاجات الصغيره دي ملهاش لازمه، لان هي بتخلي الطير يهجر ويسيب البيض، بتعلم الحمام عدم الحنيه. فدي كلها حاجات مشاكل، يعني قنبله في الاوضه عندك ملهاش لازمه ترميها.
طيب دي نقطة مهمة كنت حابب اتكلم فيها. طيب حاجة كمان يا جماعة، نظافة الطاجن. لازم يا جماعة يكون الطاجن نضيف، والنتاية راقدة او الدكر راقد على الحصويتين، ويكون المكان مفروش بالقش، خصوصا في ايام الشتاء اللي احنا فيها. تمام. واحنا برضو لما ربنا يكرمنا والحصويتين يفكوا ويبقى يكون في زغاليل، لازم يا جماعه كل اسبوع نغير الطاجن دوت. تمام. ما ينفعش يكون تحتيه دود، ما ينفعش يكون تحتيه سوس، ما ينفعش الحشرات يا جماعه. كل ده يا جماعه اكبر غلط. انت كده انت كده بتعمل مشكله عندك، بتعمل جدري عندك، بتعمل كنكر، بتعمل مشاكل، بتخلي الحمام، بتموت الزغاليل، بتطلع زغاليل ضعيفه. فلازم يا جماعه نغير الطاجن باستمرار. حاجات كلها صغيره. في مربين اقسم بالله بيكون تحت الزغاليل دود، دود حرفيا، دود بيقرص في الحاجه. ويعني في كميه اهمال وفي كميه يعني لا مبالاه الواحد بيشوفها في اللي جواه. تمام. حرام عليك، دي روح انت في الاول وفي الاخر هتحاسب عليها. تمام. وحابب برضو اتكلم على حاجه مهمه قبل ما اختم الحلقه. يا جماعه الناس اللي بتربي الحمام وبتخلي الحمام ياخد عليها قوي، دي حاجه انا شايفها من وجهه نظري انا حاجه مش صح. ان انت تاكل فرد الحمام وتوقف فرد الحمام على دراعك والكلام ده غلط. ان انت تقعد فتره طويله عند الحمام والحمام يعرفك وياخد عليك وما يخافش منك، دي برضو انا مش حاببها. لان يا جماعه الحمام كائن طير بري. الناس اللي عندها غيه او الناس اللي بتربي في غيات، انت كده يا باشا، انت كده يعني. احنا كنا زمان كان الحمامه تلمحنا كانت تطير، كانت تتفزع، كانت تخاف. دي حاجه كويسه، لان الحمام كده يبقى ناصح، يبقى خايف. عود الحمام بتاعك يبقى جبان. لان انت برضو لانه ممكن يتمسك. انت برضو ممكن كده الحمام بتاعك ده ممكن يتمسك من عند اي حد، خاصه الناس اللي عندها غيات، الناس اللي مش عاوز الحمام بتاعها يتمسك لها كل شويه. وفي نفس الوقت الناس اللي مربيه حمام غالي. فما ينفعش يا جماعه احنا نقعد نخلي الحمام كده حب الحمام والحمام غوايه وكده. بس برضو مش عاوز برضو يا جماعه الموضوع يبقى فرد الحمام هو مش فرخه ان هو هيشوفك يقرب منك والكلام ده. لا، هو المفروض ان هو يشوف شعر راسك يجري. المفروض كده، المفروض يشوف اي فرد، يشوف اي حد غريب معاك يطير. فده الصح عشان متمسكش منك. انت كده انت بتحافظ على حمامك وما يتمسكش منك. انا بكلم الناس اللي هي بتربي في غيات وفاهمه الكلام ده كويس قوي. تمام. على العرق وعلى الداير وعلى الكلام ده عشان خاطر حمامها ما يتمسكش منها وما تعلمش عليها. دي كانت برضو ملحوظه عايز اقولها. وبلاحظها جدا ان في غواية كتيره دلوقتي بقى ان هم يجيبوا الزغلول وياكلوه ويقف يصفر له ويقف على دراعه ويقف على كتفه. دي سهله جدا، الحاجات دي كلها سهله جدا، بس هو ده مش صح. انا ممكن مثلا اعملها مثلا في فرد حصل عنده ظرف، ابوه مات، امه ماتت، مش عارف حصل حاجه، فانا اضطريت ان انا اكله على ايدي، فخلاص خد عليا فمفيش مشكله. انما اخلي الحمام كله واخد عليك ولا هو اصلا الحمام بطبيعته هو كائن بري يعني، هو طير بري يعني بقى. فاللي هو لازم يشوف البشر زي العصافير كده، بتشوفك تطير زي اليمام. تمام يا جماعه. في النهايه يا جماعه يعني نخلي بالنا على طيورنا ونخلي بالنا لحاجاتنا. وما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وتحت امركم في اي سؤال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.